نصلي على النبي ونبدأ بسم الله. فيلمنا بيبدأ في مطعم مشهور وبنشوف الشيف ماري، ودي تقريبا كده يا عزيزي اتولدت في مطبخ بتعشق الطبخ زي عينيها، وحلم حياتها انها تفتح مطعم خاص بيها. وبعد فترة كبيرة قدرت تجمع مبلغ كبير محترم عشان تبدأ مشروعها مع صاحبها ديفيد، وبتكون شغالة في أكبر مطاعم الشيف مارسيلو ريكي. وبنعرف إنه مسمي المطعم تاوروس، وده لأنه بيحب برج الثور، ومن صفات برج الثور إنه لازم يتعامل بعقله وشجاعته مش بقلبه. وبعد ما ماري بتخلص الشيفت بتاعها بتروح لمارسيلو وبتعرفه إنها خلاص قررت تمشي، بس مارسيلو بيعترض لأنها تعتبر من أشطر الطباخين عنده، وبيعرض عليها إنه يضاعف أجرها، بس هي بتكون أخدت قرارها خلاص. بالرغم كل الإغراءات اللي عرضها مارسيلو عليها برضه بترفض وبتعتذر له، وبيتضايق، وده لأنه عارف إن مشيانها ده هيأثر على المطعم. وبترجع تاني لبلدها عشان تعمل مشروعها، وبيكون البيت عبارة عن خرابة وكله تراب وعفن وزبالة ويعني حاجة مش نافعة. وده يا عزيزي البيت اللي أجروه عشان يفتحوا فيه المطعم. فنفسها بيتكتم وبتطلع تتمشى في الجنينة شوية، وفجأة بتشوف خيال من بعيد، بس بتسمع صوت عربية، ولما بتلف تاني عشان تشوف مين واقف بيكون اللي كان واقف اختفى. وبيوصل ديفيد وبيقول لها قبل أي حاجة أنا عازمك على غدا. وبنعرف يا عزيزي إنها ما خدتش ولا يوم أجازة من 7 سنين. وديفيد بيعزمها في مطعم اسمه إريك هاس، وده من أكبر مطاعم المدينة، وبيقول لها إن العزومة دي منها غدا ومنها خبرة من المطعم. وبيفضلوا يرغوا كتير على الأكل والديكورات والحاجات دي، وبيقولوا إنهم لازم يعملوا دعاية كويسة للمطعم عشان الناس تحب تروح تجرب. ولما ماري بتسأله على الشيف ماجنوس، وده كان شغال مع ديفيد بقاله سنين، قال لها إنه لقى عروض حلوة في مطعم تاني ومشي. فبتتضايق، وده لأنها كان نفسها يبقى لسه شغال مع ديفيد، لأنها متيمة بطريقة طبخه. وشوية وبتوصل سيلا، ودي بتكون صاحبة ديفيد، وبيعرفها على ماري، وبنعرف إنها هتشتغل معاهم في المطعم. ولما بيوصل الأكل بتفضل ماري تدوق وتشوف طريقة تحضيرهم للأكل. وبيخلص اليوم وبترجع ماري على بيتها، بس قبل ما تنام بتفضل تلف في البيت شوية، وبتلاقي كتاب مكتوب جواه إن اللي يلاقي الكتاب ده يرجعه لماجنوس، وده يا عزيزي الشيف اللي كان شغال في مطعم ديفيد. وشوية وبتسمع أصوات وبتروح عشان تشوف الحكاية، والبنية كان قلبها هيقف وكانت بتقدم رجل وتأخر رجل، بس الحمد لله ما كانش في حد خالص. وبتلاقي صورة جدة متعلقة على الحيطة، وبتبص فيها وبتفضل تتنح وما بتاخدش بالها من جامايكا اللي وراها. وفجأة الهوا بيرزع الشباك في دماغها، فما بتحطش في بالها وبتدخل تاخد علاجها عشان تنام. تاني يوم الصبح بتقوم عشان تنظف في المكان، وكان البيت كله تراب وحشرات والعفن في كل مكان. وبصراحة البنية بتنكت البيت والجنينة وبتروق الكلام على الآخر. وبعدها بتنزل السوق عشان تجيب طلبات المطعم، وبيكلمها ديفيد وبيعرفها إن في شيف كبير وصحفية معزومين بكرة على الغدا. دول لو عجبهم المكان والأكل هيعملوا لنا دعاية يعني هتكسر الدنيا. فبتتحمس البنية وبتفضل طول الليل تجهز في الأكل، وبتطلع عصارة خبرتها كلها في التجهيز. ولحد كده يا عزيزي الدنيا كانت جميلة وقشطة صباح الفل. بس تاني يوم الصبح بقى بتاخد الصدمة، وبتقوم وهي كلها طاقة ونشاط وحيوية، بس بتتصدم لما بتلاقي العجينة كلها حشرات والأكل كله بقى عبارة عن عفن. فبترمي كل حاجة في الزبالة وهي حزينة، وبتتصل بديفيد بسرعة وبتقول له أجل الميعاد، البيت كله محتاج يترش. بس هو بيعرفها إنهم في الطريق، وبيقول لها إنها لازم تتصرف بسرعة. فبتخرج تشوف الجنينة عشان تاخد أي حاجة تطبخها بسرعة، بس للأسف بتلاقي المكان كله متكسر، وبتلاقي الأرنب الحزين ده قاعد بياكل في الطماطم وهو مستقنيص. وبسرعة بتطلب من رفيل يروح السوق. ونسيت أقول لك يا عزيزي، رفيل ده يبقى من سكان المدينة وبيشتغل مساعد في المطعم لماري، والمطعم هيكون في بيت ماري. المهم إن النحس كان وراها، وبيرجع رفيل وهو مش جايب أي حاجة من اللي طلبتها، وده عشان كان يوم حد اللي محدش بيكلم فيه حد، أغلب الأماكن كلها بتكون قافلة. فالراجل حب يعمل معاها واجب وبيجيب أي أنواع من دماغه. وبعد شوية الضيوف بتوصل، وبتكون ماري جهزت اللي قدرت عليه، بس من الواضح إن الأكل ما كانش قد كده لأنها كانت بتشتغل باستعجال. دي حتى المنيلة سيلا علقت على الأكل إنه زي التوابل. وفجأة وهم بياكلوا بتشوف ماري الحشرة اللي على طول بتشوفها في المكان، وكانت طالعة تتمخطر من الطبق. وأول ما ماركو بيقرب المعلقة من بقه بتزق ماري المعلقة بسرعة، والكل بيكون مستغرب من تصرفها، وكان مبررها إنها خايفة عليه لأن المعلقة سخنة. وبعد الأكل هيرال بتقول لها رأيهم في الأكل، وبتعرفها إن الأكل ما كانش أحسن حاجة، وعشان كده مش هتقدر تتكلم عن مطعمهم، وإن المكان تحس كده إن ما فيهوش أي روح.
فماري بتعرفها انهم لسه في البداية واكيد كل ده هيتظبط. وطبعا ديفيد بيكون متعصب جدا وبيرمي اللوم والمسؤولية كلها على ماري. وبالليل بتدخل المطبخ وبتلاقي الاكل كله بقى عفن، فبتطلع وهي متعصبة وكانت عاوزة تموت الارنب لانه اكل كل الطماطم اللي كانت زرعاها، بس الارنب بيفضل يجري منها وهي انظرا وراه. ما هو مفيش غيره بقى، لحد ما بتوصل لمكان غريب وسط الغابة. ولما بتدخل بتلاقي جنينة كبيرة وكمان بتشوف شجرة كبيرة، وأول ما بتقطف منها قرن فلفل بسرعة بتلاقي طالع منه حشرات كتير، فبتخاف ولسه بتبعد بتتكعبل وبتقع وبيغمى عليها. ولما بتفوق بتشوف خيالات كتير وكان من ضمنهم الجدة، وبتقول لها طعيم التربة. وتاني يوم بتفوق وبتلاقي نفسها على سريرها وكانت كلها تراب ومتبهدلة على الآخر. ولما ديفيد بيشوف شكلها بتقول له ما تستغربش وادخل في الموضوع على طول، فبيعرفها ان شريكهم التالت عاوز يدور على طباخة تانية غيرها. فبتتعصب وبتقول له بقى عشان خاطر غلطة واحدة عاوزين تمشوني من المكان؟ طب ده على جثتي، انتوا شكلكم اللي مشيتوا ماجنوس كمان. قال لها بقول لك ايه، ما تروحي كده تتحايلي على مارسيلو يمكن يوافق يرجعك تاني تشتغل عنده. فبتتضايق وبتفضل تتحايل عليه انه يديها اخر فرصة، وبتقول له يجوا تاني بعد اسبوعين وكمان مش عاوزة مرتب خلال الفترة دي، والمرة دي هتبهرهم كلهم بالاصناف اللي هتعملها. فبيوافق انها تكون اخر فرصة ليها. وبتدخل المطبخ وكانت محتفظة بقرن الفلفل في جيبها، وبتعرف سيلا انها كشفت كذبها وعرفت انها كانت مجرد مساعدة طباخ وان ملهاش علاقة بالطبخ خالص. سيلا قالت لها ان المطاعم ما كانوش مدينها فرصة. ماري قالت لها انها لازم تشتغل كويس، ده لو عاوزاني يعني اثق فيكي من تاني. وبتفضل ماري تقرا وتجهز في وصفات الاكل، بس للاسف مفيش ولا وصفة كانت جاية معاها سكة، وكانت مستغربة ازاي مش عارفة تظبط الاكل. وبتقعد وهي متضايقة، لكن بتشوف قرن الفلفل وبتقرر انها تجرب تدوقه. ولما بتدوقه طعمه بيبهرها قوي جدا خالص، وبسرعة بتيجي فكرة في دماغها وبتروح على البيت اللي في الغابة وبتقطف من كل حاجة موجودة قدامها. وكمان بتشوف الأستاذ أرنوب وشكله كده هيطلع وراه حكاية كبيرة، وبتعمل نفسها فار تجارب وكل عشب كانت بتقطفه كانت بتدوقه، ومرة يكون حلو ومرة يجيب لها تلبك معوي. وبترص كل الخضار اللي قطفته وبتقعد تكتب مواصفات كل حاجة فيهم. وفي مرة من المرات لما بتكون في بيت الغابة بتلاقي صور للسكان القدام وبتسأل ديفيد عليهم وكانت عايزة تعرف ايه حكايتهم. فبيقول لها انا معرفش غير الراجل اللي بديله الإيجار كل أول شهر، وبتعرف منه ان الراجل اشترى البيت ده عن طريق مزاد. وبيقول لها فكك من الفضول ده بقى وركزي في الأكل، الأسبوعين المهلة بتوعك قربوا يخلصوا. قالت له يا سيدي ما تقلقش، ده أنا هبهركم المرة دي. وبتدخل المطبخ وبتكون معلقة من كل حاجة قطفتها فوقيها، وكمان حتى الصور بتاعت الجدة في المطبخ قدامها. ولما سيلا بتسألها على الخضروات اللي موجودة، وده لأن أول مرة تشوف الأنواع دي، بتعرفها إنها اتعاقدت مع شركة خضروات اسمها سارة. وشوية وهي بتجهز الوصفات بتشوف الحشرة تاني، والمرة دي الشيطان بيلعب في دماغها وقررت إنها تاخدها وتطحنها وتحطها في الأكل. ولما بتخلص الأكل بتخلي سيلا تدوقه. في الأول البنية كانت قرفانة، لكن لما بتعصر على نفسها ليمونة وبتدوقه بيعجبها جدا. وبتقول لها ماري إن ناقصه حاجة بسيطة لسه ما وصلتلهاش، وبيفضلوا يجربوا عشان يطلعوه مظبوط أكتر وأكتر. ووقت الراحة بتشوف راجل واقف بعيد، ولما بتروح تشوفه عاوز إيه بيطلع يجري. فبتسأل رافيل عليه وبتقول له إيه حكاية الراجل ده؟ قال لها تقريبا كده بيدور على الست الساحرة. فبتتصدم ماري لما بتعرف إن صاحبة البيت اللي قبلها كانت ساحرة، ودي بقى يا عزيزي الجدة اللي في الصورة. وبيعرفها ان كل الناس في القرية ليهم قصص مخيفة معاها، حاجة كده زي لعنة لأي حد يقرب منها. وبتعرف كمان انهم كانوا مجموعة من الستات وكانوا بيعملوا حاجات غريبة في الغابة كلها ليها علاقة بالتعويذ والكلام ده يعني، وان لما الناس حاولت تتخلص منهم لقوا المكان كله عبارة عن حشرات وعفن. فبتستغرب ماري وبتقول لنفسها الله بقى، ما ده اللي على طول بشوفه. المهم بالليل ديفيد بيكلمها عشان يأكد على اليوم الموعود، وبيعرفها انهم جايين تاني يوم الساعة 7. فبتروح ماري على بيت الغابة عشان لو محتاجة حاجة تاخدها. وفجأة بتلاقي المكان كله بيتهز، وهوبا بتلاقي ايد بتقرب منها وبتقول لها يا ست طعيم التربة بقى. فبتخاف وبتاخد بعضها وانظرن على بره. وتاني يوم بيوصل ديفيد وبتكون ماري مجهزة له أصناف كتير أشكال والوان، ومحدش غيرنا بس يا عزيزي اللي يعرف إنها معمولة من الحشرات. المهم كل الأصناف بتعجب ديفيد قوي جدا، وبيقول لها بصراحة بقى انت غلبت كل توقعاتي. وبيفضل يشكر فيها يعني من هنا لبعد بكرة، وبيقرر إنهم يبدأوا بقى الشغل الجد. وبيجهز فريق كبير من الطباخين والمساعدين. ولما بتدخل ماري المطبخ بتلاقي المكان كله متلخبط، وفي شخص غريب قاعد على الأرض، وأول ما بتقرب منه بتلاقيه بياكل في نفسه.
فبتصرخ وبيجي ديفيد على الصوت بسرعة، وبيطلع إن الشخص ده ماجنوس. وبتيجي الإسعاف وبتاخده، وبتعرف من سيلا إنه كان شخص طيب وطبيعي جدا، لحد ما بدأ كل شوية يدخل الغابة، وواحدة واحدة بدأت حالته تسوء وبقى يعمل حاجات غريبة. وبتعرفها إن ممكن من كتر ما أدمن فنون الطبخ حصلت له الحاجات الغريبة دي. بس ماري بتقول لها مش يمكن عشان عاش في البيت المسكون ده. فقالت لها مش عارفة، بس محدش كان عارف اللي حصل له بالظبط. وبتدخل ماري على البيت وبتفضل تقرا في الكتب اللي موجودة، وبتشوف صور غريبة كتير، وكانت كل شوية تسمع صوت بيقول لها تطعم التربة. ولما بتقوم تشوف مين بتلاقي الجدة بشحمها ولحمها، ولما جت تجري بتلاقيها طلعت في وشها، والحشرات كانت عمالة تخرج منها. وماري بتفضل تصرخ وتقول ابعدوا عني. وفضلت تقطع في الزرع وتقول لها طعمي تربتك بنفسك. وبترجع على المطبخ والكل بيستغرب من شكلها، وبتقول لرافيل انهم بعد كده هيشتروا كل حاجة من السوق. فبتستغرب سيلا وبتقول لها ايه الحكاية، مش احنا بنتعامل مع مزارع سارة؟ قالت لها بلا مزارع سارة بلا مزارع دينا، انا لغيت التعامل معاهم خالص. وكمان بتقرر تستغنى عن سيلا من غير سبب. واليوم ده يا عزيزي بيكون يوم افتتاح المطعم، وبيكون ديفيد معترض انها عاوزة تجهز الاكل ل50 فرد لوحدها، بس هي كان شكلها خلاص دماغها ساحت منها، وكانت بتتصرف بطريقة غريبة. وكمان بتكون شايفة العفن على كل حاجة، بس محدش كان شايف ده غيرها هي. وكانت يا عزيزي متوترة جدا، وهي عمالة تقطع بتعور نفسها من غير ما تحس، والكل بيكون متنح على منظرها، وهي ولا هي هنا. وكان شكل اللعنة حلت على المكان كله، والناس بدأت تجيلها حساسية من الأكل، والأخبار طبعا بتنتشر بسرعة الصاروخ، والكل بيطالب بقفل المطعم نهائي. تاني يوم الصبح بتسأل رافيل ايه اللي حصل مع الست الساحرة، فبيقول لها مش عارف، بس اللي عرفه ان سكان القرية كلهم راحوا عشان يتخلصوا منها، وما عرفناش ايه اللي حصل بعدها. ولما بتنزل ماري المطعم بتشوف سيلا وبتقول لها انا مبسوطة انك رجعتي، فبيقول لها ديفيد انه عايز يتكلم معاها على انفراد. ولما بترفض بيعرفها انه خلاص استغنى عنها، وانه كمان عين سيلا تبقى رئيسة للمطبخ مكانها. فبتتجنن على الاخر وبتروح وراه، وبتقول له انه لازم يرجع في قراره ده، وبتحاول تمد ايديها عليه، بس هو بيقفل عليها بسرعة. وبتفضل ماري محبوسة ومش عارفة تخرج. ولما بتلف في المكان بتلاقي ممر الأرنب ده، وبتفضل ماشية فيه وهي مش عارفة آخره إيه. وفجأة المكان كله بيتهز بيها، وبتفضل تصرخ وتقول لها عاوزة إيه مني؟ هاتي آخرك وخلصيني، لو أنت ساحرة فأنا طباخة ماهرة. وكانت يا عيني خلاص دماغها طرطشت على الآخر، والمكان كله بيتكسر فوق دماغها. بس بتلاقي ممر تاني ظهر قدامها، وبتقوم وبتولع شمعة وبتدخل جواه. وفي آخر الممر بتشوف جثة الساحرة، ولسه هترجع بسرعة المكان بيتهز بيها، وبتلاقي مكتوب على الحيطة إن الحياة مصيرها الموت والفاكهة مصيرها الفساد، ودلوقتي وقت إطعام التربة. وبتلاقي الجثة بتاعتها بترجع بشكلها الطبيعي، وبتخليها تشوف إنها ما كانتش ساحرة ولا حاجة، وإن كل الحكاية إنها زمان كانت مهووسة بزرع الأعشاب المفيدة، وبتقدر إنها تعمل منها علاج تعالج الناس بيه. وقدرت تعالج كذا واحدة وكلهم ساعتها بقوا في صفها، بس باقي الناس طلعوا شائع عليها إنها ساحرة. ولما قرروا يخلصوا عليها دخلت استخبت في التربة، ولما الناس وصلت لها لقوا الزرع كله حشرات، وكمان الأكل كله عفن، وده بسبب إنها ما بقتش مهتمة بيه. والناس افتكروا إنها عملت لعنة على المكان. وبتقول لها الجدة إنها عايزاها تساعدها مش أكتر، وإنها عايزاها تهتم بالزرع بتاعها لأنه هيفيدها. وبعدها بتلاقي نفسها قدرت تخرج من تحت الأرض، وبتفهم إن لما الجدة كانت بتقول لها تطعم التربة كانت تقصد إنها تدور وتلاقي جثتها. وبتطلع من الغابة وبتشوف الأستاذ أرنوب، وبتاخده وبترجع على المطعم. وبيكون ديفيد متعصب على الآخر لأن ما كانش في أي حد عارف يعمل أي حاجة. ولما بتدخل ماري بتكون شكلها متبهدل، وشوية والكل بيسمع صوت صفارة إنذار. ولما بيخرجوا بيلاقوا ماري مولعة في الخشب، وبتقول لهم إنها هتطبخ في الهوا. وديفيد في ثانية إلا ثانية بيكون مطلع الترابيزة بره، وبيقول لهم إن النهاردة العشاء هيكون في الهوا مع الشيف ماري. وفعلا بتعمل وليمة محترمة على شرف الأرنوب، وبتشويه وبتروق عليه، وبتجهز الأصناف المميزة بتاعتها بأعشاب الجدة، والكل بياكل وبينبهر بيها. وبترجع تاني الطباخة الشاطرة، وبيكون من ضمن الموجودين الشيف مارسيلو اللي كانت شغالة عنده، وبيستمتع بأكلها على الآخر. وفجأة بتبص في إيديها بتلاقي الخاتم بتاع الجدة. وده معنى بقى إيه يا عزيزي؟ إن روح الجدة بقت في جسم ماري، وكانت مستمتعة بالأصناف اللي عملتها كلها. وماري كانت مبسوطة إنها قدرت تفهم الجدة، وبقت من أشطر الطباخين في البلد. وبيخلص الفيلم على كده. لايك يا عزيزي، وما تنساش تقول لي رأيك في كومنت، واشوفك الفيلم الجاي.